بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي طلاب الصف الثاني الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم. إن شاء الله النهاردة نحل مع بعض أسئلة كتاب الامتحان على الدرس الثالث من الوحدة الثالثة من مادة التاريخ، الدولة الفاطمية في مصر. أول سؤال، اختار الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. 1. يعود الفضل في إنشاء الجامع الموضح بالصورة المقابلة إلى، طبعا ده جامع الأزهر في القاهرة. طبعا بيعود الفضل إلى إنشاء الجامع الأزهر إلى القائد الفاطمي جوهر الصقلي. 2. قامت العديد من الدول المستقلة في مصر بسبب اعتماد العباسيين على الموالي في الحكم، ولا كثرة ثورات المصريين ضد العباسيين، ولا رفض الطولونيين الخلافة العباسية، ولا بعد مصر عن بلاد الحجاز والشام. طبعا قامت العديد من الدول المستقلة في مصر بسبب اعتماد العباسيين على الموالي في الحكم. كمان من الأسباب اللي أدت إلى قيام الدول المستقلة بعد مصر عن الخلافة العباسية في بغداد. كمان بسبب ضعف الخلفاء العباسيين خاصة في العصر العباسي الثاني. وكان طبعا الدول المستقلة كان منها نوعين: دول مستقلة ولكن تابعة للخلافة العباسية، يعني كانت مستقلة شكلا فقط، ودول مستقلة بذات طبعا الدولة الفاطمية. رقم 3، أول الدول المستقلة عن الخلافة العباسية في مصر كانت الدولة الطولونية. يبقى أول الدول المستقلة عن الخلافة العباسية في مصر كانت الدولة الطولونية، وآخر الدول المستقلة عن مصر كانت الدولة المملوكية. 4. قامت الدولة الفاطمية في بلاد، طبعا في بلاد المغرب. 5. تطلع الفاطميون للسيطرة على مصر من أجل رغبتهم في زيادة ثرواتهم، ولا توسيع دولتهم غربا، ولا تأمين دولتهم من العباسيين، ولا القضاء على قوة الأخشيديين. طبعا تطلع الفاطميون للسيطرة على مصر من أجل رغبتهم في زيادة ثرواتهم. 6. زال نفوذ الخلافة العباسية عن مصر على يد طبعا جوهر الصقلي القائد الفاطمي. عندما دخل مصر قام طبعا بالاستيلاء على مصر والقضاء على الدولة الأخشيدية وهزيمة جيش الأخشيديين، وأصبحت مصر طبعا ولاية فاطمية بعيدا عن الخلافة العباسية. رقم 7. اتبع الفاطميون عدة وسائل للسيطرة على مصر، منها طبعا تمهيد الطرق إلى مصر، ولا التحالف مع الدول الأخرى، ولا تشجيع الانقسام بين الأخشيديين، ولا تحريض المصريين على الأخشيديين. طبعا تمهيد الطرق إلى مصر، لأنهم بدأوا يمهدوا الطريق بين من مدينة القيروان إلى الإسكندرية طبعا، وزودوه بالاستراحات وبحفر الآبار. رقم 8. كانت مدينة نقطة انطلاق الجيوش الفاطمية نحو مصر. كانت طبعا مدينة القيروان نقطة انطلاق الجيوش الفاطمية نحو مصر. 9. طلب جوهر الصقلي من الخليفة المعز لدين الله الفاطمي المجيء لمصر بعد الانتهاء من بناء مدينة القاهرة، ولا فتح بلاد اليمن، ولا القضاء على الأخشيديين، ولا فتح بلاد الشام والحجاز. طبعا بعد الانتهاء من بناء مدينة القاهرة. 10. نتج عن الصراع بين شاور ودرغام على الوزارة ضعف الخلفاء الفاطميين، ولا هزيمة الصليبيين في مصر، ولا تولية شريكو حكم مصر، ولا عودة مصر ولاية عباسية. طبعا نتج عن الصراع بين شاور ودرغام على الوزارة هزيمة الصليبيين في مصر. بعد كده السؤال رقم 11. تغير وضع مصر وتبعيتها السياسية بعد مجيء العزيز بالله، ولا جوهر الصقلي، ولا الحاكم بأمر الله، ولا المعز لدين الله. طبعا جوهر الصقلي عندما قام بهزيمة جيش الأخشيديين واستطاع أن هو يسقط دولة الأخشيديين وأزال الخلافة العباسية عن مصر، وأصبحت مصر طبعا ولاية تابعة للدولة الفاطمية. 12. اتجهت الجيوش الفاطمية للسيطرة على مصر من جهة، طبعا كانت قادمة من جهة الغرب، طبعا من جهة بلاد مدينة القيروان اللي بتقع في طبعا الغرب. 2. أكمل العبارات الآتية بما يناسبها من كلمات.
1. قامت الدولة الفاطمية في بلاد طبعا المغرب. 2. أرسل الخليفة الفاطمي المعز لدين الله الفاطمي قائده جوهر الصقلي لفتح مصر. 3. شيد جوهر الصقلي في مصر، طبعا شيد جوهر الصقلي في مصر مدينة القاهرة وجامع الأزهر الشريف. كان الخليفة آخر الخلفاء الفاطميين الأقوياء، كان الخليفة المستنصر بالله. استنجد درغام بالصليبيين في صراعه ضد شاور. 6. تولى صلاح الدين الأيوبي الوزارة في مصر بعد وفاة أسد الدين شريكو اللي هو كان عمه. رقم 3. أكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة مع التصويب. 1. كانت بداية ظهور الدول المستقلة في مصر خلال العصر العباسي، طبعا الأول طبعا خطأ، يبقى خلال العصر العباسي الثاني. 2. كانت الدولة الإخشيدية من الدول المستقلة شكلا عن الدولة العباسية، الإجابة صحيحة. رقم 3. زال نفوذ الخلافة العباسية عن مصر للأبد بانتهاء الدولة الإخشيدية، طبعا خطأ، لأن عاد تاني نفوذ الدولة العباسية على مصر في عهد الدولة الأيوبية والدولة المملوكية. 4. تأسست الدولة الفاطمية على يد أبي عبيد الله المهدي، طبعا الإجابة صح. 5. كانت أولى محاولات الفاطميين للاستيلاء على مصر على يد جوهر الصقلي، طبعا خطأ، كان في محاولات قبل القائد جوهر الصقلي. 6. يعد الجامع الأزهر أعظم مؤسسة دينية لنشر الثقافة الإسلامية في العالم، طبعا الإجابة صحيحة. 7. استنجد شاور بنور الدين محمود أثناء صراعه مع درغام، الإجابة صحيحة، يبقى استنجد شاور بجيش نور الدين محمود اللي كان أمير دمشق في ذلك الوقت، واستنجد درغام بالصليبيين. 4. من هو 1. قائد الجيش الفاطمي الذي استطاع هزيمة الأخشيديين والاستيلاء على مصر، طبعا جوهر الصقلي. 2. أصبحت مصر منذ وصوله إليها دارا ومقرا للخلافة الفاطمية، طبعا الخليفة المعز لدين الله الفاطمي. 3. قائد جيش نور الدين محمود الذي تمكن من الانتصار على الصليبيين، طبعا هو أسد الدين شريكو. 4. نجح في إنهاء الخلافة الفاطمية، طبعا هو القائد صلاح الدين الأيوبي. طيب السؤال رقم 5. بما تفسر. أول حاجة قيام الدول المستقلة في مصر خلال العصر العباسي الثاني، طبعا بسبب ضعف الخلفاء العباسيين منذ بداية العصر العباسي الثاني. تاني سبب بسبب استعانة الخلفاء العباسيين ببعض العناصر غير العربية خاصة الفرس والأتراك. 3. موقع مصر وبعدها عن مركز الخلافة العباسية في بغداد. السؤال الثاني بما تفسر رغبة الفاطميين لضم مصر إلى الخلافة الفاطمية، هنقول بسبب أهمية موقع مصر الجغرافي والسياسي. 2. بسبب قرب مصر من بلاد الشام والحجاز. 3. بسبب الثروات التي تتمتع بها مصر. 3. بما تفسر نجاح الفاطميين في الاستيلاء على مصر في عهد الخليفة المعز لدين الله الفاطمي، طبعا هنقول بعد ما تولى الخليفة المعز لدين الله الفاطمي أخذ يجهز للاستيلاء طبعا على مصر، حيث جمع الأموال اللازمة، مهد الطريق من القيروان إلى الإسكندرية وحفر الآبار وأقام الاستراحات. تالت حاجة أحسن تدريب الجيش وتنظيمه وتزويده بالمؤن والذخائر. طيب السؤال رقم 4. بما تفسر بناء جوهر الصقلي لمدينة القاهرة، طبعا لتكون مركزا للدولة الفاطمية في مصر. بما تفسر اهتم الفاطميون بوجود جيش قوي في الدولة، طبعا عشان يساعدهم في الحفاظ على دولتهم وتوسيع حدودها ونشر الأمن والأمان. 6. بما تفسر عمل الفاطميون على تدعيم الأسطول وتنظيمه، طبعا من أجل حماية سواحل الدولة الفاطمية الممتدة من المغرب إلى بلاد الشام. السؤال رقم 7. بما تفسر إنشاء الفاطميين لديوان الجيش والرواتب، طبعا لتسجيل الجنود وتحديد وظائفهم. رقم 8. بما تفسر انهيار الدولة الفاطمية في مصر، طبعا انهيار الدولة الفاطمية في مصر ده بسبب أول حاجة ضعف الخلفاء الفاطميين بعد وفاة الخليفة المستنصر بالله، مما أدى إلى ازدياد نفوذ الوزراء. تاني سبب بسبب حدوث صراع بين شاور ودرغام واستنجاد كل منهما بقوة
خارجية، حيث استنجد شاور بنور الدين محمود أمير دمشق، واستنجد درغام بالصليبيين، وتمكن جيش نور الدين محمود بقيادة أسد الدين شريكوه وابن أخيه صلاح الدين الأيوبي من الانتصار على الصليبيين. وبعد وفاة أسد الدين شريكوه تولى صلاح الدين الأيوبي الوزارة. بعد كده تالت نقطة، نجاح صلاح الدين الأيوبي في إنهاء الخلافة الفاطمية في مصر طبعا، وقيام الدولة الأيوبية. رقم 6، السؤال رقم 6، ما النتائج التي ترتبت على: 1. بعد مصر عن مقر الخلافة العباسية في بغداد. طبعا ترتب على ذلك ظهور الدول المستقلة في مصر. تاني سؤال، ما النتائج اللي ترتبت على مجيء المعز لدين الله الفاطمي في مصر؟ ترتب على ذلك أن أصبحت مصر منذ وصوله دارا ومقرا للخلافة الفاطمية. السؤال رقم 3، ما النتائج اللي ترتبت على ضعف الخلفاء الدولة الفاطمية بعد عهد المستنصر بالله؟ طبعا ترتب على ذلك ازدياد نفوذ الوزراء. ده السؤال رقم 6. طيب بعد كده السؤال رقم 7، دلل تاريخيا على صحة العبارة الآتية: كان لجوهر الصقلي دور مهم في تاريخ الدولة الفاطمية. طبعا قام القائد جوهر الصقلي بالاستيلاء على مصر، حيث نجح في هزيمة جيش الإخشيديين والاستيلاء على مصر، وأدى ذلك إلى أن أصبحت مصر مركزا للدولة الفاطمية، وكمان استطاع أن هو يزيل الخلافة العباسية عن مصر. وأرسل في عهده إلى الخليفة المعز لدين الله الفاطمي يطلب منه المجيء إلى القاهرة. وترتب على مجيء المعز لدين الله الفاطمي إلى القاهرة أن أصبحت مصر منذ وصوله دارا ومقرا للخلافة الفاطمية. طيب السؤال رقم 8، ما رأيك فيه؟ 1. اهتمام الفاطميين بالعلم والعلماء. طبعا ظهر اهتمام الفاطميين بالعلم والعلماء من خلال بنائهم للقصور والمساجد، وخاصة جامع الأزهر اللي طبعا جعل مصر مراكز لنشر العلم والثقافة، مما زاد من مكانة مصر ثقافيا وسط العالم الإسلامي كله. طيب ما رأيك في استنجاد شاور ودرغام بقوة خارجية؟ طبعا أدى استنجاد شاور ودرغام بقوة خارجية إلى ضعف قوة بلادهم، وبالتالي قيام القوة الخارجية بالسيطرة على دولتهم ومقاليد الحكم فيها. لذلك لا يجب لأي شخص داخل الدولة ان هو يستنجد بقوة خارجية، ويجب حل المشكلات داخليا لمنع تدخل اي قوة من الخارج في شؤون البلاد. يعني كل شخص لازم ان هما عدم الاستنجاد باي قوة خارجية. يبقى يجب ان احنا نحل مشكلاتنا داخل حدود الدولة، وعدم الاستنجاد باي قوة خارجية، لان ده بيأثر وبيضعف قوة الدولة، وبالتالي لما الدولة بتضعف ده بيؤدي إلى سقوط الدولة في أيدي طبعا الدول الطامعة فيها، وفي أيدي طبعا الدول الأخرى. يبقى يجب حل المشكلات الدولة داخل حدود الدولة، وعدم الاستنجاد بأي قوة خارجية. طيب السؤال رقم 9، كان الاستيلاء على مصر أملا كبيرا للخلفاء الفاطميين منذ قيام دولتهم في بلاد المغرب. في ضوء ذلك وضح: 1. تجهيزات الخليفة المعز لدين الله طبعا الاستيلاء على مصر. أول حاجة هنقول إن هو بدأ إن هو جمع الأموال اللازمة. تاني حاجة مهد الطريق من القيروان إلى الإسكندرية وحفر الآبار وأقام الاستراحات. تالت حاجة أحسن تدريب الجيش وتنظيمه وتزويده بالمؤن والذخائر. 2. أحوال مصر في عصر الفاطميين. طبعا اهتم الفاطميون ب 1. وجود جيش قوي عشان يساعدهم في الحفاظ على دولتهم وتوسيع حدودها ونشر الأمن والأمان. 2. تدعيم الأسطول وتنظيمه لحماية السواحل الدولة الفاطمية الممتدة من المغرب إلى الشام. 3. إنشاء ديوان الجيش والرواتب لتسجيل الجنود وتحديد وظائفهم. 4. بناء القصور والمساجد وجعلها مراكز لنشر العلم والثقافة مع الاهتمام بالعلم والعلماء. يبقى ده السؤال رقم 9. بعد كده عندنا السؤال رقم 10،
أسئلة للتميز. اختار الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. 1. يدل تكرار محاولات الفاطميين للسيطرة على مصر على العداء بين الفاطميين والإرشيديين، ولا رغبتهم في توسيع دولتهم شرقا، ولا أهمية مصر الدينية، ولا رغبتهم في تخليص مصر من العباسيين. طبعا يدل تكرار محاولات الفاطميين للسيطرة على مصر على رغبتهم في توسيع دولتهم شرقا. السؤال رقم 2. تحولت مصر من ولاية تابعة إلى دولة كبرى يوجد بها مركز الحكم في عهد المعز لدين الله، ولا المستنصر بالله، ولا أسد الدين شريكو، ولا جوهر الصقلي؟ طبعا في عهد المعز لدين الله الفاطمي. رقم 3. زال نفوذ الدولة العباسية عن مصر مؤقتا خلال عصر الدولة طبعا الفاطمية، ورجع تاني طبعا نفوذ الدولة العباسية على مصر رجع مرة أخرى في عهد الدولة الأيوبية، وفي عهد الدولة الأيوبية وفي عهد الدولة المملوكية. يبقى رجع تاني نفوذ مصر على نفوذ الدولة العباسية على مصر في عهد الدولة الأيوبية والدولة المملوكية. طيب سؤال رقم 4. كانت نقطة انطلاق جيش الفاطميين إلى مصر تقع حاليا في دولة تونس، اللي كانت نقطة انطلاق جيش الفاطميين إلى مصر. طيب السؤال رقم 11. أكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة مع التصويب. 1. تخطط طموحات الفاطميين الاستيلاء على مصر. طبعا الإجابة صح. طبعا تخطط طموحاتهم الاستيلاء على مصر لأنهم كانوا بيريدوا أن هم يوسعوا طبعا الدولة الفاطمية ويوسعوا حدود الدولة الفاطمية إلى أن اتسعت وامتدت من المغرب إلى الشام. السؤال رقم 2. ازدادت سواحل الدولة الفاطمية في عهد الخليفة المعز لدين الله الفاطمي. طبعا الإجابة صح. 3. اهتم الفاطميون بالقوة البرية والبحرية للقضاء على الأرشيديين. طبعا خطأ. اهتموا بالقوة البرية، طبعا ان هم اهتموا بالجيش وزودوه بالمؤن والذخائر. طبعا ده من خلال الإعدادات اللي كان بيعدها الخليفة المعز لدين الله الفاطمي عندما أراد السيطرة على مصر. رقم 4. أشرفت الدولة الفاطمية على السواحل الشمالية والجنوبية للبحر المتوسط. طبعا السواحل الشرقية والجنوبية للبحر المتوسط. 5. تسبب التدخل الأجنبي في شؤون الدولة الفاطمية بانهيارها. طبعا الإجابة صحيحة. رقم 12. دلل على صحة كل عبارة مما يأتي. 1. استلزم ضم مصر تجهيزات خاصة بالإمدادات العسكرية للفاطميين. طبعا هنقول حيث اهتم الفاطميين بتنظيم الجيش وتزويده بالمؤن والذخائر. السؤال الثاني. تغير وضع مصر السياسي تجاه الدولة العباسية بعد هزيمة الإرشيديين. طبعا حيث أزال الفاطميين بقيادة جوهر الصقلي نفوذ الخلافة العباسية عن مصر بعد أن نجح في هزيمة الإرشيديين، فأصبحت مصر مركزا للدولة الفاطمية. السؤال رقم 3. دلل على صحة العبارة. خسرت الدولة العباسية كثيرا بفقدان ولاية مصر. طبعا حيث أصبحت مصر مركزا للدولة الفاطمية، وبدأت الدولة الفاطمية في توسعاتها على حساب الدولة العباسية حتى شملت طبعا بلاد الشام والحجاز واليمن بالإضافة إلى مصر وبلاد المغرب. 13. حدد العلاقة بين الصليبيين وسقوط الدولة الفاطمية. طبعا عندما حدث صراع بين شاور ودرغام استنجد كل منهما بقوة خارجية، حيث استنجد شاور بجيش طبعا نور الدين محمود، واستنجد درغام بالصليبيين، وتمكن جيش نور الدين محمود بقيادة أسد الدين شريكوه وابن أخيه صلاح الدين من طبعا الانتصار على الصليبيين، ثم نجح بعد ذلك صلاح الدين الأيوبي في إسقاط الخلافة الفاطمية بمصر. طيب كده احنا خلصنا مع بعض حل أسئلة كتاب الامتحان، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق. وتابعوني على قناتي قناة أمون التعليمية. كانت معاكم مس أماني علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.